السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت بهاد الوصفة السهلة والبسيطة اللي تنتم توجد بالخف وتجي مقرمشة ومقرمشة تهبل. تابعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. عندنا هنا أول حاجة عندي 250 غرام زبدة ولا مارغرين، كيما أنا استعملت مارغرين فلوريال طرية، تجي على حرارة الغرفة أكيد. أنا هنا شوية ما خرجتهاش بكري. زدت معاها 5 مغارف كبار سكر رطب، ولكن ما نعمرهمش كبار كبار بزاف. زدت هنا فنجان زيت ونخدموهم مليح مليح مع بعض كيما كنتوا تشوفوا. هكذا حتى نتحصلوا على عجينة تكون كومي بوماد، هكذا تكون طرية كريمية. فوالا هكذا نخدموها مليح باليد. انا شويه ما ساعدتنيش باسكو ما خرجتهاش بكري. فوالا هنا نزيدو 2 حبات بيض، نضيف بالحبه اكيد، نخلطها مليح ومن بعد نزيد نضيف الثانيه. ونزيد هنا كيس خميره الحلوى وزن 10 غرام، نديرو كامل كيما راه، ومغرف لافاني، مغرف صغيره ولا 2 مغارف صغار لافاني. هكذا ونبدا نضيف الفرينه غير بالعقل. الفرينه شوفوا هنا ما كاش عبر كيما هاد الحلويات تاع السابلي وتاع اللي تشبه، ما نقدرش نعطيو عبر هكا اكزاكت، لانه كل فرينه وكيفاه. ليسونسيال حتى تكون تتلم وتجي طريه، تحصلوا على عجينه طريه. فوالا ماشي طريه مسحسيله، لا شويه هكذا كيما كنتو تشوفوا. هكذا هاي ليك دوك تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاه. شوفوا كيفاه طريه. المهم تكون العجينه طريه. هكذا نخلوها حوالي 10 دقائق ولا بالاكثر ونبدا نخدم بها. انا ما نخليهاش تريح بزاف، يعني نبدا نخدم مباشره، يا ربي 5 دقائق. هاوليك المول ديالنا اللي استعملته، الكيسات تاع الديريات ولا المهم واش متوفر عندك ديري، ولا تقدري ديري حتى بالكيسات هذوك اللي يجين لي باركيت، هذوك تاني تقدري تجي شابه بهم. فوالا كما كتشوفي هكا ونخدم. دائما ندير صبعي في الفرينه هكذا باش ما تلصقنيش، تلصقش العجينه في يدي. هكذا كما كتشوفوا. هكذا حتى نكمل كامل العجين اللي عندي. وشنو هنا ملاحظه، العجين ما تديرهمش كامل في الكيسات، خلوه تقريبا ربع الكميه، تقريبا ربع العجينه ما نديروهاش في ليمون، نخلوها ومن بعد دوك تشوفوا شحال نديروا بها. هذه مثلا انا خليت هاد شويه، دوك تشوفي شحال ندير لها. درك هنا نكمل كامل ندير القوالب تاعي كامل نعمرهم هنا وليدي يخرب. نكمل نعمرهم كامل بالمعجون. انا قلت لكم صوتي والله غير الله المستعان، يعني وقت دوكا وقت لي غريب، وقت المرض، وقت ربي يشافيني كامل المؤمنين يا رب. هكذا نعمرهم كامل بالمعجون. شوفوا المهم ما تعمروهمش بزاف حتى يوليو يتفايضوا ولا يدخلهم كوشات ولا الدنيا، لا شويه هكذا كيما هكذا مور في القدر الكافي، على خاطش من بعد كي ندخلوهم على بالكم باللي المعجون كي يبدا يسخن ويغلي ومن بعد يفيض لي ويجي الشكل تاعهم ماشي شباب، ينحرق وما يجوش شابين. هكذا كافي. المهم هاي لك العجينه اللي خليتها قبيله، انا باش درت لها زدت لها 2 مغارف فرينه ونخدموها مليح ندخلوهم فيها هكذا. ومن بعد انا ومن بعد العجينه هذه براح لي المقطع نديروها في الفرينه ونسكرفجوهم في السكرفاج الخشين، نسكرفجوا العجينه في السكرفاج الخشين. فوالا شغل كيما الحلوه تاع زمان تاع صبر الرشاش، اللي ما كاش اللي ما يعرفهاش هذيك تقريبا تشبه لها. نسكرفجوه من الفوق في الخشين ونديروه من الفوق شويه شويه كيما كتشوفوا. هكذا هنا الكاميرا كانت مدنيه وانا ما انتبهتش، وريت لكم نص سنيوه. بوه عليا بوه.
المهم جوزوها، انا مانيش موالفه. المهم هذه هي، قلت لك نكملوا كامل نديروا العجينه كامل، نغطوها بهذيك العجينه اللي كنا سكرفجناها كامله كيما راهي، ومن بعد ندخلوهم يطيبوا مباشره. وشنو الكوشه، الفرن نكونوا سخناه شويه من قبل، حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه اقل، يعني 10 دقائق بالاكثر، يسخن مليح وندخلوهم. ومن بعد كي ندخلوهم نقصوا النار متوسطه يعني، ونخلوهم يطيبوا في غردهم باش يطيبوا لي مليح مليح لداخل. وهملك بعد اللي تحمروا هنا وشنو الكاميرا تبينهم شويه لانفونسي، بصح هما لا يعني كانوا بيان دوغي محمرين ديك التحميره الشابه هكذا. دوك نسي نوريلكم حبه من التحت، لا سخونه ما قدرتش، هيا نسمع معليش في خاطركم هكذا. المهم نحي العجينه ديالي، هاي مش من العجينه، نحي الحبه من الكيسات. المهم هاي اللي تشوفوهم كيف طابوا حميمرين، والله غير يشهوا هكذا كيما كتشوفوا. ومن بعد انا كي كمل نحيهم كامل نديرهم في سنيوه، وندردر عليهم السكر رطب ولا سكر غلاس كامل من الفوق، ندردرو كامل من الفوق يعني، وتقدري تقدميهم كيما راهم من الفوق غير بالسكر غلاس وتقدميهم. ولكن انا حبيت نزيد لهم لمسه من الفوق اختياريه، حبيتي ديريها حبيتي ما ديريهاش، ولكن تضيف لهم لمسه وتضيف لهم جمال هكذا. يعني نشعر. المهم نديرو هكا، انا درت لهم نص حبه سيريز من الفوق، ولا حبه لا كان عندك متوفر بزياده، حبه سيريز من الفوق، ونكمل نشبعهم كيما كتشوفوا. وهاي الحلوه تاعي الله الله كيفاه جات، ما شاء الله في صحن التقديم، جات بالطبع. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. ودرك كسرت لكم راسكم بزاف بالهضره على الوصفه. دوك واش رايكم اليوم البنات نبدلوا شويه؟ واش رايكم نقولوا بقاله؟ شكون يحب البقالات تاع بكري تاع الجدات؟ هاي بسم الله بسم الله بديت وعلى نبي صليت، وهاد الفال كل وحده حاضره معانا انويت. يا الورده العكريه يا شمس الذهبيه، ان شاء الله في هاد الليله ربي يعطيك على حساب النيه، ساعد مسقم وعيشه حليليه، ويبعد عليك الدنيا، ويحميك من عين الحساد ومن كل بليه يا ربي. يا ربي امين، قولوا امين يا البنات. ودوك تشوفوا هنايا، دوك هنا قسمت لكم حبه، دوك تشوفوها كيفاه طريه وكيفاه مبسه، والله يدوب في اليد والله. شوفوا جات بزاف هايله. ودرك ما بقى لي غير نبقيكم على خير. ودرك ما تنساوش الاشتراك في القناه الا كان عجبكم المحتوى ديالي، وديروا الجام الا كان عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم. والى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.